دخلوا الفاكهه دي ازاي في الازازه؟ كل سنه وانتم طيبين، وزي ما انتم عارفين ان رمضان ما يحلاش غير بشويه عصير على الفطار. وبما ان احنا ما بنستغناش عن العصير، فانا قررت اجيب 3 انواع عصير من احسن واحد بيعمل عصير مشهور قوي في الفيوم، اسمه محلات العملاق للعصائر. تلاقي عنده بقى عصير قصب والفروت سلطات وكل الكلام الجميل اللي انت بتحبه ده، بس انا طلبت عصير برتقال، وطلبت سوبيا بالفاكهه، وطلبت تمر هندي، اللي هم تقريبا اشهر 3 عصاير باستثناء العرقسوس اللي احنا معروفين بيهم كاسره مصريه على الفطار. هنبدا بعصير البرتقال، نفتحه مع بعض كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هو برتقال معصور يا جماعه. مفيش اي افتكاسه فيه غير ان هو برتقال طبيعي فريش، الراجل عصره حطه لك في الازازه، وفر عليك مجهود، انت بتشرب برتقال طبيعي 100%. مفيش اي اضافات، مفيش اي سكر، مفيش اي حاجه. خلينا نفتح كده التمر الهندي متبرشم. ده مش تمر هندي، هو ريحته حلوه، ده دوم، وانا بحب الدوم قوي برضو. بس ازاي انا طلبت تمر هندي؟ ممكن يكون من الضغط بقى جاب لنا بدل الدوم بالتمر هندي. بسم الله. الله، انا اصلا مدمن دوم. هو انا المفروض اخد بق واحد بس واقول لكم ايه النتيجه، صح؟ بس هو طعمه حلو قوي، طعمه حلو برضه، مش مسكر، وانا بعشق العصاير اللي مش مسكره. نفتح السوبيا بقى. الله على ريحتك يا سوبيا، تحسوه زبادي فواكه. ايوه، نزل. سلام على القوام، سلام على الحلاوه. دخلوا الفاكهه دي ازاي في الازازه؟ السوبيا طعمها تحفه. السوبيا دي من اكتر الحاجات اللي انا حاولت اجربها في البيت وفشلت، فانصحكم ما تحاولوش المحاولات اللي انا بحاولها، وروحوا اطلب السوبيا من العملاق. بشكل عام عشان ما اطولش عليكم كده، احنا جربنا السوبيا وجربنا الدوم وجربنا البرتقال. سريعا كلمه في كل منتج: فريش وطازه من غير سكر، فطعمه هيعجبك. الدوم لمحبين الدوم بيظبط لك الضغط وجميل جدا، طعمه حلو قوي عندهم. السوبيا ما تفتكسش في البيت وتستنصح وتقعد تجيب في خامات وتبوظ ولبن وسوبيا وتعمل، اطلب على طول الازازه دي من العملاق، هتعجبك قوي ومليانه فاكهه فريش. محلات العملاق ليها اكتر من فرع، هسيب لكم فروعها في التعليقات. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم، سلام.